ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. النهارده جالي محشي، ما عملتش فيه اي حاجة غير ان انا تقريبا سويته. لا ما سويتوش، هو غالبا جايلي كده. هو سويته مش سويته والله ما انا فاكرة، هنشوف دلوقتي. المهم المحشي انا بقالي فترة كبيرة ما بعملش محشي، اختي هي اللي بتعمله وتبعتهولي. الله يصلح على رب ويديها الصحة والعافية ويشفيها لولادها. وقلت بقى ان اوريهولكوا كده، اوريهولكوا جماله. والله العظيم الكاميرا ظالمة لونه، نفسي تشوفوه وتدوقوه كمان يعني. حاجة كده فخر من الاخر. وبعدين هنعمل شوية رز بلبن كده عشان البنات الحلوين دول بيحبوا يسلوا في حاجة بالليل. هعمل لهم رز بلبن في الفرن واعمل لهم رز بلبن ساقع، والفرق ما بينهم بسيط جدا. هنعمل حاجات حلوة النهاردة كتير، وان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبكم. ممكن يا رب ان شاء الله تستفادوا منه يعني، ولو بشيء بسيط. وتسيبوا لي لايك بقى وكومنت حلو من قلبكم. معايا 2 كيلو لبن، ومعايا معايا كوبايه رز. كل كيلو لبن بيتحط عليه نص كوبايه رز بس. هجيب الكسرولة بتاعتي دي او اي حله صغيره واحط فيها كوبايه الرز بتاعتي زي ما هتشوفوها دلوقتي. هنعيرها كوبايه عاديه خالص من نشرب فيها شاي وعصير وكلام زي كده. يعني زي ما قلت لكم، في انا بعمله كده وبيكون كويس يعني، مش بيكون مكتوم قوي كده وبتاع، لا بيكون بصراحه مظبوط يعني. ادي كوبايه الرز هغسلها كويس واحط عليها 3 4 كوبايات من الميه، وكم معلقه كده من السكر، ويجي نص كيس سكر كده او ربع كيس على حسب السكر ده. كده كده لسه هنحط تاني في الحله يعني. هنفضي بقى اللبن بتاعنا كده. وكنت بفطر تقريبا عامله سندوتش جبنه تركي. وبعدين هفتح بقى اللبن واحطه في قلب الحله. والله الحلل بتاعتي دي لو تعرف طريق السجن اللي كانت هتشتكت، بقالها 9 سنين واتبهدلت مني خالص. المهم حطيت 2 كيلو. طبعا اعملي الكميه اللي تعجبك، ممكن تقدري تعملي كمان وتوزعي في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. تاخدي خير وثواب، وربنا يا رب يجعلكم دايما من الناس الخيره اللي بتعمل كل حاجة حلوة في حياتها ان شاء الله. ربنا تقبل منكم صالح الاعمال في الايام الطيبة دي. حطيت 2 كيلو لبن على البوتاجاز، وبدأوا بقى ان هم يسخنوا كده والخير بتاعهم يطلع على الوش. هنعمله النهارده بتركات مختلفة وجميلة. معايا معلقة الف فيها بحيث ان يغلي يعني كويس وكده، وكمان يطلع الخير بتاعه. في الوقت ده انا حاطه الرز على البوتاجاز اللمه التانية. وتقدري لو انت عندك وقت ممكن تقدري تحطيه كمان منقوع، بيديكي بقى تيست جامد يعني. بتجيبيه بقى بتسيبيه يتنقع براحته، يعتبر بيستوي اصلا في الميه يعني، فبيبقى جميل بصراحه. اهو كده غلى، كده غلى معايا اهو. والرز بتاعي بقى برضو استوى بقى كويس. تقدري تزودي الرز لبن اللي هو بنسلق ده، وتقدري تحطي الرز ني في قلب اللبن ده من غير ما تسلقيه لوحده. بس هي دي الطريقه اللي انا بحب اعمله بيها، واللي دايما امي الله يرحمها واختي بيعملوا بيها يعني وكده. كده اللبن بتاعنا واقفه جنبه يعتبر عشان ما يفرش مني. كل شويه بقلبه كده عشان يطلع الخير بتاعه، وخلي بالك عشان ما يفرش. حطيت كوبايه بقى من السكر، والسكر ده حسب الرغبه، زي ما بتحبي تسكري ما تسكريش اللي انت عاوزاه. حطي شعره من الفانيليا. طول الوقت ده والرز لسه على البوتاجاز، لسه ما ضفتوش. بس بقى بظبط اللبن كده وبحط السكر بتاعه. وبعدين بقى لسه هضيف عليه. وحضرت الاطباق جنبي، ايا كان فخار او ازاز او اي حاجه حطها عليه. بصوا الرز بتاعي بقى استوى كده وبقى زي الفل. هجيبه بقى واقوم جايه ضيفاه على اللبن بتاعي، ياخد كمان غلوه ولا 2 بيه اهو. الرز بقى لما بحط معاه السكر كمان بينعمه اكتر وبيخليه جميل. وتقدري تضربيه في الخلاط ضربه واحده بس او بالهاند بلندر. وانا كنت غيرت الكسرولة عشان طلعت صغيرة على الرز وكده. ما يغركوش كوباية الرز دي بتنفش وبتبقى كتير جدا على فكرة. المهم حطيت الرز بقى وقلبت كله في بعضه. هسيبه هوطي عليه بقى عشان ممكن يفور. هوطي عليه واسيبه. دي نقطة الفانيليا اللي قلت لكم عليه. يعني هقلبه تقلبتين كده مع بعضه كده. في
الوقت ده بقى نروح نعمل النشا بتاعته. انا عاوزه اقولك ان انا شفت ناس بتعمله من غير نشا خالص، بيكون سايب شويه كده، بس انا بصراحه لا. 1 2 3 4 4 معالق نشا على 2 كيلو لبن. ده عشان رز بلبن. انما لو حاجه لو مهلبيه طبعا بكتر النشا اكتر يعني. حطينا 4 معالق نشا كده زي ما انتم شفتم، وعليها كوبايه ميه او كوبايه لبن، بس انا مش باقي معايا ميه فعملتها مش باقي معايا لبن فعملتها بالميه. اهم حاجه بس ما يكونش فيها اي كلاكيع، ولو فيها اي كلاكيع صفيها بمصفى عشان خاطر ما تكلكعش معاكي. تمام. بمسح بس الرخامه، وبعدين بقى هروح على البوتاجاز وهنزل ايد بتقلب وايد بتحط، ايد بتقلب وايد بتحط. هيكون يعني جميل، هيكون السمك بتاعه رائع بصراحه، ولا هو تقيل جدا ولا هو خفيف جدا، وحلو وبيرطب كده على الواحد كده. وكمان في كله فوائد لبن طبعا للاطفال وكده لجميع الاعمار بقى. حطي بقى المعلقتين السحريين اللي هما معلقتين القشطه البلدي وش اللبن دول، بيودوا الرز بلبن في حته تانية، او معلقتين كريم شانتيه بيودوا برضو في حته تانية. بصوا اختراع يا جماعه. معلقتين القشطه اللي هو وش لبن او قشطه باك او اي نوع قشطه، او حتى قشطه لباني كريمه لباني، او معلقتين كريم شانتيه. لا بجد انت بتعملي حاجه فاخر من الاخر. ده السمك بتاع الرز بلبن بتاعي اهو. تحبيه اخف من كده تقدري تحطي 3 معالق، بس هو كده هيكون كويس. طبعا يبقى معاكي منديل او قماشه تمسحي ده قبل ما ينشف، عشان ما ينشفش معاكي على الطاجن ويكون شكله وحش. انا همسحهم كلهم دلوقتي. طبعا تقدري تحطي في اي بولات انت بتحبيها او اي طواجن او كده. انا حطيت في ده وفي ده الاربعه الفخار دول، وعاوزه اقول لكم ان الازاز ده كمان بيخش الفرن، بس انا عملت الاربعه الفخار دول بس عشان انا يعني مش ولادي مش بيحبوا الفخار، مش بيحبوا قصدي الوش بلبن الرز بلبن اللي بوش سوري انا اسفه. حطيت بس شعره من السكر كده بسيطه على الوش من فوق عشان تكرمله معايا، وتقدري ما تحطيش لانه هو كده كده هيتحمر معاكي ويكون زي الفل. تقدري تحطي معلقه قشطه برضه على الوش. بصوا ده سكر بس، ما حطيتش غير السكر. بصوا يا جماعه، لا انتوا بتاكلوا حاجه كده وهم، رز في اللي بيجي في المحلات بجد بجد وهم. ده كده يا دوبك طلعتها من الفرن، انا ما عندوش اصلا في التلاجة. وهنا بقى كنت سويت المحشي او كان جاي مستوي والله ما انا فاكره. المهم ان انا قلت هوريهولكم، يعني هوريهولكم. لا هو غالبا كان جاي مستوي، ما علينا. المهم ان هو محشي وخلاص. طبعا تعالوا كلوا معانا. تسلم ايدك يا اختي، ربنا يديك الصحه، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. يا جماعه المحشي بتاعها ده يعني حاجه كده فخر من الاخر. وبعدين ودول جنة وتاليا ومكة كانوا جعانين بقى ومستنيين الاكل، وجنة كانت بتقول لكم جميل اهو. هو غامق في الصورة مش عارفة ليه، بس هو في الحقيقة مش غامق كده. لو كنت وصلت معايا الفيديو لحد هنا بقى حطيلي لايك واعملي لي سبسكرايب للقناة، ما تنسينيش في كلمة حلوة من قلبك. وجنة بتوريكي الرز بلبن بتاعي يعني. تقول لكم ماما بتعمل رز بلبن جميل كانت بتتكلم، بس انا اللي لغيت الصوت لان اخواتها كانوا عاملين دوشه. وتوريكم ده كمان. بصوا شويه مكسرات كده على الوش،